السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في الله، أينما كنتم وحيثما وجدتم. موضوع اليوم هو عن أتساءل فقط الناس التي تضع عناوين عبر اليوتيوب والفيسبوك يقولون رسميا الجزائر تتأهل وإلى غير ذلك. كفانا من الكذب يا إخواني. لماذا الكذب من أجل هذه القضية، قضية تأهل المنتخب الجزائري إلى المونديال؟ نعم، نحن نتفائل، ولكن ليس هكذا. من هب ودب يأتي ويتكلم عن التأهل فيه، عن هذا التأهل الذي أصبحت الأفواه لا تسكت. أصبحوا يتاجرون بهذه القضية من أجل فقط نيل المشاهدات والاشتراكات عبر صفحاتهم في الفيسبوك واليوتيوب خاصة، ومن أجل رفع الاشتراكات. إخواني، أمس وقبل أمس، المهم قبل 21 نوفمبر، هناك من كان يقول، يأتي بأخبار ويقول بأن الفيفا سوف تضع القرار في يعني 1 أو 2 نوفمبر، مع أنه كله كذب وافتراء. الفيفا عندما تضع القرار سوف تضع القرار. نعم، من حقنا أن نتفائل وأن أن نطمع بأن تنصفنا الفيفا عفوا، وتؤهلنا إلى المونديال وتعطي حق الشعب الجزائري مسلوب منها، ولكن ليس بهذه الطريقة. هذه كلها تفاهات التي نسمعها كل يوم، والتي ينشرها يعني الذين يريدون فقط رفع المشاهدات أو التلاعب بمشاعر الشعب الجزائري. أنت عندما تقول رسميا الجزائر تأهل إلى المونديال قطر 2022، وعندما يدخل المشاهد إلى تلك الصفحة أو الفيديو الذي قمت بنشره، ويظهر بأنك تتحدث عن أمور ليس لها علاقة أبدا بالكرة، أمور معادة كل يوم، نفس الكلام كل يوم، نفس المواضيع كل يوم. أنت ترى العنوان بطريقة والتكلم في خلال الفيديو بطريقة أخرى. هذا عيب وهذا كذب، يعتبر من الكذب هذا. أنت ضع العنوان حسب ما سوف تتكلم عليه عبر ذلك الفيديو، وليس عنوان في مكان وأنت سوف تتحدث عن موضوع آخر، أو موضوع سياسي أو موضوع آخر، وتطيل الكلام بدون فائدة وتكسب بالمشاهدات. هناك العديد من ناشرين المحتوى عبر اليوتيوب الذين يفعلون هذا. أقول لكم هذا عيب، عيب عليكم. عندما تتحدثون عن أمر، ضعوا العنوان في نفس والمحتوى الذي في الفيديو، المحتوى الذي تتكلمون عليه في الفيديو، أو الموضوع الذي تتكلمون عليه في الفيديو، يجب أن يكون مطابق للعنوان. ليس العنوان في مكان والتكلم في مكان، الموضوع الذي تتكلمون عليه في مكان. المهم يا إخواني، لقد كثرت البلبلة حول تأهل المنتخب الجزائري من عدم تأهلها، وإقصاء تونس أو إقصاء الإكوادور وإقصاء منتخبات. نتمنى أن تقصى هذه المنتخبات التي مرت إلى كأس العالم بعرق الجبين. كيف يا أخي تريد أو تتمنى لمنتخب كالجارة تونس بأن يقصى من مونديال قطر وتعوضه أنت؟ هذا أمر لا أرضاه لنفسي ولا أرضاه لغيري. بالنسبة للمنتخب تونس في مكان ونحن في مكان، ليست نفس المجموعة، لأن نحن من من الأفضل والطبيعي والشرعي أن تقصى الكاميرون ونتأهل نحن، يتأهل المنتخب الوطني الجزائري، لأن قضيتنا مع الكاميرون ليس مع تونس أو غيرها أو إكوادور أو غيرها، لأن حقنا قد سلب من طرف الحكم غسامة الذي تحايل في مجرى المباراة وسلب منا حقنا. ومن الأفضل ومن الأصح أن
تقصى الكاميرون نتأهل نحن، هذا هو الأمر الشرعي. أما إقصاء تونس وأن يتأهل المنتخب الجزائري فهذا أمر غير عادي أبدا، والله أمر غير عادي. المهم يا إخواني، نحن نتمنى أن نتأهل إلى مونديال قطر بأي طريقة، يعني بعيدا عن ظلم أي منتخب آخر. نتأهل إلى مونديال قطر بالطريقة الشرعية التي تراها الفيفا شرعية حقا، ليست تلاعبا بمنتخبات أخرى وإقصاء منتخبات. يعني ليست قضيتنا معها أبدا. قضيتنا مع منتخب الكاميرون، وقضيتنا مع قسامة الذي غير مجرى مباراة الجزائر والكاميرون. المهم، نترككم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.